عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب امحوها يا علي، يعني معناه امحو كلمة رسول الله، فعلي بن أبي طالب قال والله لا أمحوها. الكلام كان موجه إلى سهيل بن عمرو، لا تكذبون لا تكذبون. حبيبي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن عمرو قال له انت امحيها ولا قال لعلي بن أبي طالب اللي محيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يمحوها؟ ما لا توجد رواية والله لا أمحوها يا رسول الله، أعطيني رواية والله. طيب ماشي لحظة واحدة بقى لحد ما اديله الرواية. فقال سهيل اكتب اسم يمضي الشروط. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ويلك يا سهيل كف عن عنادك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، امحوها يا علي. كذاب. منين قرأت؟ من فيصل نور؟ لا يا حبيبي مش فيصل، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد جزء 1 صفحة 120 اهوت آخر 4 أسطر، اقرأهم يلا بقى. روح طالما طلعت عبيط ومش عارف اللي موجود في كتبك. ويلك يا سهيل كف عن عنادك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، امحوها. ويلك يا سهيل كف عن عنادك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، امحوها.